مرحبا بكم. نقدم لكم اليوم 5 ألغاز طفولية لن يتمكن البالغين من حلها، ويمكنكم في أي لحظة إيقاف الفيديو للتفكير في حلها، ثم بعد ذلك اختيار الحل الصحيح. ولا تنسى أن تخبرنا في التعليقات كم لغزا من هذه الألغاز استطعت أن تحل. اللغز الأول. في البداية سنقوم بإجراء اختبار لمعرفة مدى قوة تركيزكم في هذه اللوحة. وسط هذا الكم الهائل من حروف الإكس يوجد حرف الواي، ابحثوا عنه في خلال 10 ثواني فقط. والآن إذا كنتم مركزين بشكل كافي لعثرتم عليها هنا. قوموا بالضغط على زر الإعجاب إذا استطعتم إيجاد الحرف. والآن الألغاز ستكون أصعب بعض الشيء. اللغز الثاني. أمامك مسألة حسابية غير صحيحة، ويجب عليكم إضافة خط وحيد في هذه المسألة لكي تصبح صحيحة، بحيث يكون الجزء الأيمن يتساوى مع الجزء الأيسر، ويمنع وضع خطوط متعددة للتجربة. هذا اللغز سهل جدا، حيث يجب علينا تصحيح خط علامة الزائد لتصبح رقم 4، وهنا سيصبح الحل صحيحا تماما، وسيكون إجمالي الناتج هو 555. اللغز الثالث. أمامك 5 عرائس ثلجية، ومن المفترض أنهم شكل واحد، ابحثوا فقط عن الاختلاف. والآن الحل الصحيح. الكثير منكم اعتقد أن رقم 2 هو الحل الصحيح لأن لديه زرا أقل من الآخرين، فهذا ليس الحل الصحيح، فالحل الصحيح سيبقى رقم 1. لماذا؟ لأنه لدى عروسة الثلج رقم 2 كما وضحنا لكم زرا أقل من الآخرين، ولدى رقم 3 في نهاية الشرف من الخلف لونا رمادي، ولدى الآخرين أسود، ولدى رقم 4 الضحكة أقل من الآخرين، ولدى رقم 5 الرسمة الموجودة في منتصف الشارف مختلفة عن الآخرين، ويبقى فقط رقم 1 الذي ليس لديه أي اختلافات واضحة عن الآخرين، لذلك فالحل الصحيح هو رقم 1. اللغز الرابع. لغز جريمة. في الليلة الماضية سرق من الشقة 3 أشياء، وهم كشاف وراديو وفرشاة أسنان، والمشتبه فيهم في السرقة خفاش وسلحفاة وخنزير، فمن السارق؟ لحل لغز هذه الجريمة يجب أن يكون لدينا بعض المنطق والعلم، فلنبدأ بعمل استثناءات. كما هو معروف الخفافيش دائما تطير في الظلام، ويستخدمون لتحديد اتجاههم ما يسمى تحديد الموقع بصدى الصوت، وهذا يعني أنهم يلتقطون الصوت المعكوس من 60 كائن. لذلك فيما يتعلق بالكشاف فالخفافيش ليسوا بحاجة له، لذلك فالخفاش بريء، وكما هو معروف ليس لدى السلحفاة أسنان، ولذلك فهي ليست بحاجة إلى فرشاة، وبالتالي فالسلحفاة بريئة. إذا فالخنزير هو السارق، وها قد تم حل اللغز. اللغز الخامس. انظروا بتركيز لهذه الأمثلة وأجيبوا أي رقم يجب أن يكون مكان علامة الاستفهام. ليس من الصعب التوصل للإجابة الصحيحة، يجب التركيز على تقاطع الخطوط ومعرفة كم عددهم. إذا نظرنا في أول اختيار سنجد 9 تقاطعات، وفي الثاني تقاطعا وحيد، وفي الثالث 4 تقاطعات، وهذا هو الحل الصحيح. اكتبوا في التعليقات كم لغزا من الألغاز استطعتم تخمينه بشكل صحيح، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.